ولات حنا عندنا الدار هذه متكي على الدار عندنا هذه. شنو كنقول شنو غتريب هذا غتكى لنا على الدار ديالها. وهذا السيد هذا انا كنت ضامن مع السيد هذا غنتعدى عليه بزاف. ماشي قضيه حيت راه ولد دربنا، هو ماشي قضيه غنقول شي حوايج غيبداو يقولوا لي هذه، هذا راه ولد دربنا ونخاف عليه. خاصهم يديروا معاه شي حل، شي حل خاصو يدار. راه كيجيو البوليس اخويا كيجيو عنده حتى لهنايا ما كيديروا معاه والو. كيقول لك انا عندي الوراق، انا عندي هذه، انا عندي هذه، انا غنطلع القايده، انا غنطلع عند هذه، انا بزاف. هو راه ولد دربنا اييه، ولكن خاصو يدار شي حل والله. دار شي حل، ولا كيبيع لنا الماحيه هنا، ولا كيجيب عيالات هنايا، ولا كيجيب له عندنا الفساد، ولا كيتباع الفانيد هنا، حشيش كلشي ولا يتباع هنايا. خاصو يدار شي حل. حنا منتظرين من السكن هذا. الله يرحم لكم والدين، ديروا معنا شي حل. الله يرحم لكم والدين، عين ما ندوي وما نقدش والو. الدار دويت مع مرا، خصهم يديروا لنا شي حل في هذا الدار. حنا منتظرين، هذا الدار متكيه علينا حنا والاستاذ رشيد. الدار متكيه علينا، كنقولوا شي نهار هذه راه غطيح وقال غتكى علينا. ديروا معنا شي حل. الله يرحم لكم والدين. ولينا خايفين انا كنقدو ندوزو من حداها كاع، ودراري صغار عندنا هنا في الدرب، عندنا كل شيء، عندنا وليداتنا. ديروا معنا شي حل. الله يرحم لكم والدين. نيابة عن جميع السكان اللي في الدرب السعيدي وطريق سيدي وعدود باننا متضررين من هذه الدار، اللي ماشي غادي نقولوا ايله للسقوط. بالعكس، راه بان هذه الدار هذه، هذا الكراج هذا راه كلها طاحت الوسط. وها هما الدروج كيبانوا رايبين، الحيوط طايحين، الياجور طايح، كلشي طايح. وهنا في هذا الكراج الاخر اللي كاين تما اللي كيبان، كاين واحد الشخص كيجي كيسكن تما، كينعس تما كاينه. ولكن هذا الشخص اللي كينعس تما ماشي كيجي غير بوحدو، كيجي هو ومعه اشخاص اخرين. يعني جميع انواع الرذاله والفساد ولا كيتمارس تما في هذيك الدار، فهمت؟ دونك زيد على ذلك بانهم ولاو كيريحوا كيشربوا الماحيه، وفي نفس الوقت ولا الترويج ديال الماحيه. اوكي. والاكثر خطوره هو ان هاد الدار هذه شي نهار غتقدر تريب على الطوموبيلات اللي كيوقفونا، تريب على الاطفال اللي كيلعبونا، تريب على الناس الماره اللي كيدوزوا. دونك ولات كتشكل خطر. زيد على ذلك حنا الديور ديالنا، دونك الدار ملي كتبغي طيح تريب راه كتجر معاها الديور الاخرين. دونك راه ولات كتشكل علينا واحد الخطوره حنا كساكنه. فلهذا انا تقدمت بشكايه للسلطه المحليه على راس السيد الباشا والسيده القائده، مع الامضاءات ديال الساكنه وبالصور ديال المنزل ايل السقوط، وخديت لاكيزي دو ريسبسيون ديال السيد الباشا وديال السيده القائده، فهمتي، على اساس باش انهم ياخذوا الاجراءات اللازمه. ما تنساش تدير لايك وتخلي رايك كيهمنا بزاف.